بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة، ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له. وبهذه العملية النوعية تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مؤكدين على المواجهة والتحدي للعدو الإسرائيلي المجرم. وتحيي كذلك المجاهدين في قطاع غزة وعملياتهم البطولية المستمرة ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد أنها وبعون الله تعالى مستمرة في إسنادهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من جماد الآخرة 1446 للهجرة، الموافق 21 من ديسمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية